في الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمت عن ماركتنج ايجنسي، واتكلمت اكتر عن اي اي شات بوت، وان انا يعني طرق ان انا اكسب منها فلوس اونلاين. بس في حاجات كتير اوي اتغيرت، يعني تقدر تقول كده الخطة اتغيرت شوية، وهي ان مشيت كالتالي. انا قررت اقفل الماركتنج ايجنسي بتاعتي واوقف الاي اي شات بوت، واركز دلوقتي على حاجة، على ان انا احول الماركتنج ايجنسي لديزاين ايجنسي او وكالة تصميم. ليه؟ الحاجات اللي خلتني اوقف وكالة التسويق بتاعتي، وهي شغل كتير قوي، وان هي تفاصيلها كتيرة قوي، بالذات في التسويق. يعني موضوع التسويق لأي شركة موضوع كبير قوي، ان انا مش هعرف انا اخلصه لوحدي، فاهم؟ وحتى الفريق، فكده محتاج اكون فريق كبير قوي. وان انا لو هشتغل مثلا مع شركات عالية، فتفاصيل التسويق التسويق تفاصيله كتيرة قوي، وحواراته كتيرة وكده. لكن التصميم حواراته اسهل بكتير من التسويق. وكان ليه قفلت وكالة التسويق علشان حسيت ان هي اكبر مني قوي، يعني انا مش عارف اسيطر عليها. كمان انا مش عارف اكون منها فريق، يعني انا مش عارف اكون منها، اجيب منها ميديا باير، اجيب ميديا باير واكونت مانجر. الناس دي مش عارف ادور عليهم، فاهم؟ يعني انا ادور عليهم فين؟ دورت في كل حته، ان انا كل ما أدخل على كل المنصات مش عارف احدد مين الكويس ومين الوحش. لكن في التصميم، في شركه التصميم، انا هعرف احدد مين الكويس ومين الوحش من التصميمات بتاعته. لكن مثلا اكونت مانجر ده هعرف احدده منين يعني؟ لكن في التصميم هعرف احدد التصميم دي حلوه، التصميمات بتاعتك حلوه، فتبتدي تعالى اشتغل معاها بس. وقررت اقفل يا شات بوت، ان انا قررت دلوقتي اركز على وكالة التصميم بس، ما شتتش نفسي باي حاجه تانية اكسب منها فلوس، والفلوس دي احطها في اي بزنس تاني يدخل لي فلوس. فدلوقتي بعد ما قررت خلاص قفلت وكالة التسويق، دلوقتي انا قفلت وكالة التصميم. قررت ان انا مكبرهاش قوي دلوقتي، ان هي اخليها صغيره، وان هي هتتكون من جرافيك ديزاينر، واللي هو 3D ارتست، او اللي هو اللي بيشتغل على بلندر. بس قدام بقى اكبرها بقى واطورها، ولكن هم دول انا شايفهم اساسيين. وهنشتغل بايه؟ انا صراحه لقيت نظام اسهل واحسن في بدايتي من النظام ان انا شغل اللي هو فول تايم، اللي هم المصممين شغل فول تايم ليهم ومرتب وكده. ان احنا هنشتغل بنظام المشروع. احنا العميل او الشركه بتجيلنا بننفذ لها مشروع، بس المشروع عباره عن حمله اعلانيه. يعني مثلا احنا نشتغل مع شركات عندها منتج جديد وعايزه تعمل له حمله اعلانيه، احنا بنمسك تصميمات الحمله الاعلانيه دي وبس، بننفذ لها، هو ده المشروع بتاعنا. فده كده فكره الايجنسي اللي انا هفتحها، فكره الوكاله اللي انا هفتحها. نفس بقى السيستم، هو نفس السيستم يعني، بس عن غير بس حاجات بسيطه، لكن نفس السيستم هو على نوشن. وان احنا محتاجين ورك سبيس فيه كل العملاء وممكن يشتغلوا منه. بس طبعا شلت بقى فكره الميديا باير، اكونت مانجر، جرافيك ديزاينر، و 3 دي ارتست. وبرضو نظام السيستم الداخلي اللي كان في الفيديوهات اللي فاتت هو نفس النظام، مغيرش في اي حاجه. التصميم، وعملت اللوجو، وعملت عملت صفحه على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى لينكدين. ونفس فكره التسويق، الماركتينج الخاص بالايجنسي اللي عملته في الفيديو اللي فات، قلت لك الفيديو اللي فات، نفس فكره الماركتينج برضو هي. فهي بس احنا غيرنا الشغل الايجنسي، لكن الايجنسي نفسها كمبدأ وككل حاجه جواها هي. من ناحيه الايجنسي خلصت فيها البراند، خلصت فيها السيستم في الفيديوهات اللي فاتت، وخلصت فيها بقى الفريق. انا اتصلت مع جرافيك ديزاينر واتفقت معاه وخلاص. كل حاجه دلوقتي بقى شغال على 3 دي ارتست، بحاول اتواصل معاه لسه. فاضل لي شغل بسيط ونبدا بقى شغل على طول، مع ندور بقى على عملاء. النهارده اصلا دلوقتي يعني بعد ما اخلص الفيديو ده بدور على عملاء، واظبط كم بوست على السوشيال ميديا هينزلوا، علشان يعني صفحة السوشيال ميديا على الانستجرام، يعني على الانستجرام وعلى لينكدين، هما الاتنين. فده كده النظام الجاي، ده نظام الشركة اللي شغال عليها دلوقتي. في الفيديوهات اللي جاية بقى هو هدف الفيديوهات دي، هو هدف السلسلة دي، انا بشرح لك ازاي انا بكسب فلوس، ازاي حاولت اكسب فلوس من على النت عن طريق ايجنسي، وان شاء الله بعد ما اكسب فلوس من الايجنسي هفتح بيزنس تاني يدخل لي فلوس، وهكذا. فانا عامل سلسلة كبيرة
هنشر على سلسلة كبيرة تشرح فيها كل حاجة خاصة بإن أنا إزاي عملت فلوس، يعني إزاي عملت فلوس وغيرت حياتي. فلو عجبك المحتوى ده ما تنساش تتابعني. وبس كده، الفيديو ده كان سريع بس قلت أطلع أشرح لك إيه اللي حصل في الإيجنسي، التغيرات اللي عملتها. بس كده، في الآخر متنساش تعيش حياتك. سلام.